5 دقايق 10 دقايق، مش كافيين بنتكلم. فعلا ان احنا ناخد نسبتنا من فيتامين دي، يعني 5 دقايق كفيلة ان احنا ناخد فيتامين دي اللي جسمنا محتاجه من الشمس، مش محتاجين اكتر من كده. ده سؤال تريكي شوية. بالنسبة للي انت بتقولي عليه ده، ان في اوقات معينة فعلا احنا بنحتاج اوقات معينة علشان الفيتامين دي، عشان اه الفيتامين دي بالظبط. يتكون في جسمنا. ده اللي هو بيبقى بقى من الساعة كام تقريبا؟ بعد الشروق على طول بربع ساعة وقبل الغروب على طول بربع ساعة، دي أكتر فترة الألترا فايلت بتبقى موجودة، أكتر وقت إحنا ممكن نتعرض فيه للشمس. حلو بس جدا. الكلام ده احنا بنتكلم في 5 دقايق 10 دقايق، مش كافيين بنتكلم. فعلا ان احنا ناخد نسبتنا من فيتامين دي، يعني 5 دقايق كفيلة ان احنا ناخد فيتامين دي اللي جسمنا محتاجه من الشمس، مش محتاجين اكتر من كده. ده سؤال تريكي شوية. هو مش كفاية زي ما انت بتقولي، بس ده أكتر وقت انت ممكن مناسب. تاخدي فيه الألترا فايلت. طيب نرجع لسؤالنا بتاع الشباب والوقاية، وازاي نقدر نقي نفسنا من التجاعيد. احنا قلنا اول حاجة ان احنا نشرب شرب مية. المية، و... وقلنا تاني حاجة نبعد عن الشمس والتانينج اويلز. تالت نقطة يا دكتور. النقطة الأخيرة اللي عايزين نتكلم فيها طبعا، عشان نعتني ببشرتنا وما يحصلش مشاكل، هي كريمات الوقاية من الشمس وكريمات الترطيب. وممكن ان احنا نستخدم كريمات بالليل فقط لتجديد الخلايا.